إن شاء الله حلوة، وإن شاء الله نتشكل على بإذن الله. حتى 5 أكتر من 6. 6 كمان؟ طيب قول لي أنت مركزك إيه؟ ممكن مركزك؟ لعب دفاعي باكس ممكن. أنت عكسه؟ عكسه مع لعب دفاعي بلعب فرق وصناعة. خلاص يا هو المدافع، أنتوا كلكم فريق بقى من 9 كلكم لعب رفاعي. أنت مركزك إيه؟ فرق وصناعة. بلاي ميكر. أفراي. أفراي. طيب أنت ماسك الأعلى مين؟ زيزو. شيخ طبعا. شيخ طبعا. زيزو ولا شوط. ماشي. زيزو. شيخ. زيزو. مبسوطين النهارده؟ الحمد لله. تروح بقى كل المطوشه بعد الماتش الجاي مقاولين العرب. روحوا اتفرجوا بقى. ان شاء الله. خليك تروح تتفرج ان شاء الله. ان شاء الله. بعد كده الاسماعيلي هنا مش كده؟ ان شاء الله. ان شاء الله نكسبوا. اتفضل. سيادة المستشار مرتضى منصور، بنبارك لك على الأداء وعلى ال3 نقاط وعلى الوصول للنقطة 20. نادي الزمالك كل يوم زي ما بنقول بيعلن عن صفقة جديدة، كل يوم بيقول في نجم موجود جديد، احنا جبنا، احنا صح، احنا ماشيين على التراك الصح، احنا ماشيين في الاتجاه الصح. مهما انتقدوا فينا، مهما قالوا اصل انتوا بتجيبوا ناس بقى، كل ده بيبان شغله جوه الملعب. ده مرتشي ولا ليهم قيمه ولا ليهم لازمه ولا انا شايفهم، دول صفحتين مرتشيين. ولا طب انا عايز اعرف هيقولوا ايه النهارده؟ اللي بقى لهم اسبوع بيشتموا ايه الادب؟ هي مش كوره بس، ما انت عارف انك السله بتكسب والطايره بتكسب واليد والتنس، فاحنا بنكسب في الكاراتيه والجودو وعندنا ابطال. اللي يقول دول عيال سفله ما لهمش قيمه اصلا، ولا انا باصص لهم. انا بعرف بس ايه، من انه حد يبعت لي تمام والجمهور مربيهم ومديهم على نفسهم. لكن هذه الحاجه الصوت الغريبه ان المذيع انا شفت في قناه الزمالك الولد اللي في الملعب، اعتقد خالد غانم، قال لك الحراره النهارده 20، والنهارده يوم 20 اهو، والزمالك جاب النقطه 20. ف يعني حاجه كده فرق غريبه جدا يعني. انما عايز اقول الزمالك بيكسب بجهده في الملعب. اللي عمله طارق مجدي الماتش ده يفوق الوصف بتاع الماتش الاهلي. طبعا احترامنا للنادي الاهلي، وانا قلت النادي الاهلي عنده لعيبه محترمه جدا جدا، مش محتاج. حضرتك حسبت 6 دقائق، يعني قلت ايه 6 دقائق وقت ضايع، خلاص بتحط دقيقه ونص من عندك ليه؟ لغايه ما يجيب جول. ما هو برضه يا جماعه، ما هو التحكيم مش هيمشي كده. بقول تاني، مين اللي بيحط الحكام؟ انت عارف ان طارق مجدي ده اصلا ده لا مؤاخذه يعني، ده يعني سيد عبد الحفيظ مش زيه في حكم الاهلي، وليه مصايب سودا. فانا ما اعرفش يعني لغايه امتى هنقعد نجامل، والماتش اللي قبليه والماتش اللي قبليه. ما هو مش ممكن يا جماعه كل المطوشه مجامله كده وما عندهمش دم. يعني يا ريت حد فيهم عنده دم ويختشي ويحترم نفسه ويعرف ان حته بتاع بشورت وصفاره، ولما اقول كده بيزعل. انت يا ابني المفروض انت قاضي في الملعب، اللي انت بتعمله ده غلط. انت اديت 6 دقايق، ما فيش 6 دقايق، وتزود كمان دقيقه ونص وتستنى. ده ياما بقى كورنرات، خلي بالك ياما كورنرات المفروض تتشاط في الدقيقه الاخيره، راح حاجه بيصفر مش عايز مشاكل. انما لا، هو مستني لغايه ما، فانا بقول له يعني لا الاهلي محتاج دوت ولا لعيبته ولا تاريخه. فالواحد يعني حزين. نيجي بقى نرجع لنادي الزمالك. يعني انا بحمد ربنا ان انا دونجا ده متعاقد معاه من 3 سنين. دونجا من 3 سنين احترام. لما المفروض بقى يجي الزمالك فقال له لا، على فكره عقده عندي وجماد عندي في البيت، هو عبد الله بكري. وانا عندي دايما مبدا ما احبش ازعل الانديه، خلاص عادي لغايه ما يجي النصيب. دونجا النهارده ده عالمي. الزناري النهارده تمركز رائع. الزناري ده انا برضو جايبه من طلائع الجيش، حاجه راقيه عمرو السيسي، عمرو السيسي. مصطفى شلبي، خلي بالك. خدي عندك كمان سامسون اهو النهارده، يعني نفس اللعبه اللي جابها وشاطها وطلعت، نفس اللعبه اللي شاطها يوسف اسامه برضه وطلعت. لمساته ولسه بيلعب اول ماتش لا عنده لا يمشي. العيال الصايعه اللي مالهاش قيمه ولاش لازمه. على فكره ده تاني تقرير، لان في تقرير اولاني اول ما جيت بعدين اتفرجنا على الماتش والتوجيهين احسن. يقول لك الدنيا لخبطت دخلت في بعضها.